روى في تحف العقول من وصية الإمام الباقر عليه السلام لجابر الجعفي قال: واعلم بأنك لا تكون لنا وليا. اختبر نفسك دائما، شوف أنت فعلا ثابت على الولاية، متمسك بها، سائر على نهجها. واعلم بأنك لا تكون لنا وليا حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا إنك رجل سوء لم يحزنك ذلك، ولو قالوا إنك رجل صالح بالعكس لم يسرك ذلك. شنو قيمة حج الناس؟ ولكن أعرض نفسك على كتاب الله، فإن كنت سالكا سبيله زاهدا في تزهيده راغبا في ترغيبه، زاهدا فيما زهد فيه من أمور الدنيا وراغبا فيما رغب فيه من زاد الآخرة والتقوى، خائفا من تخويفه، فاثبت وأبشر، ما عليك بحج الناس، شو تقول عنك؟ فإنه لا يضرك ما قيل فيك. وإن كنت مباينا للقرآن، القرآن يقول كذا وأنت لا تجده في نفسك. مثلا القرآن يقول فاعفوا واصفحوا، وأنت يقول بك كلمة تظل الشيلة والدق بالقاع مدى الدهر. القرآن يقول فاعفوا واصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم. فيقول دائما عرض نفسك، ما عليك الناس شو تقول، لا تخدعك هذا الكلام. وهكذا وإن كنت مباينا للقرآن فماذا الذي يغرك من نفسك؟ لا يخدعوك، يقول لك التقوى شادني. دائما تشيك نفسك وفق القرآن الكريم. إن المؤمن معني بمجاهدة نفسه ليغلبها على هواها، فمرة يقيم أودها، يملك الزمام ويمشي، يمشي نفسه عدل ويضبطها، ويخالف هواها في محبة الله تعالى، ومرة تصرعه نفسه فيتبع هواها. يصير هذا، لسنا معصومين، لكن يقول فينعشه الله تعالى يمد بلطفه تأييده، يرجعه للاستقامة، فينتعش ويقيل الله عثرته، فيتذكر ويفزع إلى التوبة والمخافة، فيزداد بصيرة ومعرفة لما زيد فيه من الخوف